موبايلات سامسونج الجديدة وصلت الجالاكسي اي 57 الجالاكسي اي 37 خلاص نزلوا مع تغيرات هي مش كتيرة ومش جوهرية يعني. ولكن الصراحة التغيرات هي بسيطة ولكن فارقة خصوصا مع الاي 57. طيب ايه اخبار الاي 37؟ لا ده ركنه على جنب، عايز فيديو تاني لوحده. خلينا النهارده مع الاي 57. الموبايل اول ما تمسكه في ايدك في اللحظة الاولى في الثواني الاولى كده هتعرف ايه اللي اتغير فيه وهتنبهر من غير حتى ما تدخل بقى في تفاصيل الموبايل وايه 56 القديم كان جايب ايه وايه اللي اتغير في ايه 57. انت على طول كمستخدم عادي هتعرف التغيرات اللي حصلت بسهوله جدا لان هي فارقه قوي خصوصا في الشكل. انا بكلمك عن ايه هنا؟ التصميم يعتبر واحد بين الموبايلين، ولكن حواف الشاشه في الاي 57 اخيرا قلت بقت حواف الشاشه قليله. شكل الموبايل بيتحسه كده انضف، بيتحسه اغلى من الفئه اللي هو فيها او حتى اللي احنا متعودين عليه من سامسونج. نسبة الاستحواذ هنا بقت 88.8%. لا بجد الحواف هنا قلت بفرق واضح. انت مش محتاج حتى تمسك الموبايلين جنب بعض عشان تلاحظ الفرق بتاع الحواف اللي قلت، لا بوضوح جدا هتلاحظ الفرق ده. ما زال لسه عندنا حافة سفلية في الموبايل كبيرة بالنسبة للحواف اليمين والشمال واللي فوق، ولكن بالمقارنة مع اخوه القديم 56 لا ده هي قلت جدا جدا وبقيت في حتة تانية هنا الحمد لله يعني اخيرا. طيب ايه اللي بعد كده ممكن تلاحظه كمستخدم عادي اول ما تمسك الموبايل في اللحظات الاولى؟ الموبايل هنا بقي انحف وارفع بشكل واضح. اخوه القديم ايه 56 كان 7.4 مللي وهو كان رفيع اصلا. لا احنا جينا علينا هنا في الاي 57 وبقى عندك هنا 6.9 مللي، حاجة فوق الممتاز يعني. بس كده خلصنا يعني؟ لا الموبايل بقى اخف في الوزن، بقى تحفة هنا 179 جرام. بصراحة حاجة ممتازة، والفرق حوالي 20 جرام دول انت هتلاحظهم. الموبايل مسكته في الايد هتبقى تحس الموبايل كده خفيف بوضوح بكل سهولة، هتحس الموبايل خفيف. وبرضه من غير ما تحتاج تقارن ما بين الموبايلين وتمسك الاتنين في ايديك، لا هو الموبايل اول ما تمسكه كده موبايل خفيف، فبقت حاجة ممتازة. 3 حاجات هتلاحظهم على طول: الموبايل بيرفع، اخف في الوزن، حواف الشاشة اقل. ال3 حاجات دول مع بعض خلوا الموبايل في حتة تانية بحاجة كده، لا تحفة بجد يعني. عندنا ايه تاني بقى اتغير؟ انا داخل لك بقى على التغيرات على طول ومش بكلمك في ارقام كتيرة كده ولعبكة. معيار مقاومة الماء والغبار اللي كان جاي مع الاي 56 اي 36 وغيرهم كان الاي بي 67. ال 68 دي كانت للفلاج شيب سلسلة الاس وكده. عايز اقول لك الاي 57 بقى جايب الاي بي 68. اي بي 68، ودي اعلى شهاده بتستخدمها سامسونج لحد دلوقتي في موبايلاتها. الاس 26 الترا جايب الاي بي 68. وبلاش بقى الناس اللي هتقول لي ما في موبايلات تانية ارخص منه جايه بالاي بي 69 والكلام ده اقل. عايز اقول لك ان ده اعلى معيار بتستخدمه سامسونج او ابل. ال 17 برو ماكس او الاس 26 الترا جايين بالاي بي 68. قصدي يعني اقول لك ان دي اعلى حاجه بتستخدمها الشركات دي، هو جايبها لك هنا في الاي 57. طيب خلينا نرجع تاني بقى للشاشه. فيها نقطه صغيره كده، الشاشه بقت من نوع احدث شويه، بقت سوبر اموليد بلس. وطبعا دي هتبقى الالوان احسن شويه، لسه لما نجرب الموبايلات دي هنعرف ايه الموجود بالظبط يعني. هي نفس الحجم 6.7 انش، ال 120 هرتز، والدعم اتش دي ار 10 بلس، سطوع 1200 نتس و1900 نتس في البيك. وعليها طبعا طبقة الحماية كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلس سواء على الشاشة أو حتى على الظهر. والفريم اللي عندك اللي من الألمونيوم اللي بيدي متانة وفخامة للموبايل. ايه تاني اتغير في الاي 57؟ طبعا عندنا معالج جديد ومعالج من سامسونج. في الاي 56 كان 1580، دلوقتي هنا بقى معانا ال 1680. معالج محترم، معالج قوي. فرق اداء بين المعالجين حوالي 15% في السي بي يو، 15% في الجي بي يو. الاكس كليبس 550 هو الجي بي يو بتاعهم اسمه كده. فرق 15%، خلينا اكون صريح معاك، هو مش فرق جبار، مش نقلة نوعية بين الاداء او بين الموبايلين، لكن خليني اقول لك هو فرق محترم وكويس ولا بأس به. خصوصا يعني ان ده هيفرق بشكل واضح في اداء الكاميرات والصور والفيديوهات اللي بتطلع من الموبايل مع السوفت وير الجديد ال One UI 8.5. فلا الموبايل بقي ممتاز. طبعا انا عن نفسي كنت اتمنى ان فرق الاداء يبقى اقوى من كده، 25% 30%. سيت اب الكاميرات زي ما هو ما اتغيرش، ال 50 ميجا بكسل ال 1.8 الدعمه المثبت البصري ال OIS، 12 ميجا بكسل الترا وايد و5 ميجا بكسل ماكرو و12 ميجا بكسل السيلفي. الكاميرات ما اتغيرتش، ولكن المعالج الجديد
هتطلع لك صور وفيديوهات احسن. وطبعا اكيد فاكر واكيد كلكم عارفين ان الاي 56 كان ملك التصوير في الفئة بتاعته، في الفئة المتوسطة. كان اكتر موبايل بيطلع صور فيديوهات حقيقية فعلا زي اللي عينك بتشوفها وانت بتحبها، من غير ما بتجمل وتحس انك عامل على الصور دي فلاتر او حاجة. وخصوصا في الفيديو هو كان في حتة خالص كده لوحده، بعيد عن اي موبايل تاني ممكن تقارنه معاه. طبعا كنا نتمنى ان هم يضيفوا كاميرا تليفوتو، ولكن ده ما حصلش للاسف. لكن مازال الكاميرات مرضيه، ولكن نتمنى مع الجيل اللي جاي يكونوا ياخدوا خطوه يعني زي كده. وعشان المعالج الجديد بقى عندنا هنا واي فاي 6 اي بلوتوث 6، فدي حاجه ممتازه. البطاريه عندنا هنا ما اتغيرتش، ال 5000 ملي امبير، والدعمه للشحن السريع 45 واط. وخليني اكلمك عن البطاريه، ناس كتير كانت بتتمنى انها تزيد لكن هي ما زادتش. وخليني اقول لك ان هم خدوا خطوه ان الموبايل يبقى اخف وانحف، فده بيأثر بشكل كبير على خطوه ان هو يزود البطاريه. يعني ما ينفعش يخفف الموبايل ويرفعه وكمان يزود البطاريه في نفس السنه. انا مش بقول ان هو صعب يعملها، لكن يعني مش كل حاجه تبقى في سنه واحده. فلو اختار ان هو يكبر البطاريه السنه دي، غالبا الموبايل كان هيبقى بوزن تقيل والسمك بتاعه. ولكن بشكل عام خليني اقول لك بطاريات سامسونج بتبقى عامله ازاي. هي مش 5000 ملي امبير معناها ان هي ساعتين 3 وهتفصل. هي هتكمل معاك اليوم عادي، تروح بيتك هتلاقي الموبايل كده 10% 15% لو استهلاكك واستخدامك للموبايل تقيل على مدار اليوم. داتا مفتوحه، جي بي اس، سطوع عالي وغيره. هتروح الموبايل 10 15% تمام. روح حطه على الشاحن بتاعك نص ساعه هتلاقيه وصل له لل 80%، فامورك تمام. يعني مش محتاج اقول لك ان الموبايل داعم لل NFC، سماعات الستيريو صوتها ممتاز، مايك اضافي لعزل الضوضاء. دي خلاص اساسيات معانا مش محتاجين نتكلم فيها. ضافوا نسخه جديده في المساحه والرام. السنه اللي فاتت كان عندنا 256 مع 8 و256 مع 12 جيجا رام، دلوقتي بقينا عندنا نسخه 512 مع 12 جيجا رام. هو قبل ما تنزل عندنا وتتسعر حابب اقول لك سعرها هيبقى مبالغ فيه، ومش هتبقى هي القيمه مقابل السعر. احسن نسختين برايه هتبقى ال 256 و8 وال 256 و12. وبما ان احنا ذكرنا التسعير، لسه الموبايل ما اتسعرش في مصر، ولكن للاسف الفتره اللي فاتت اسعار غليت اكتر من مره. الموبايلات بقت اسعارها بصراحه في حته تانية، الموضوع مش احسن حاجه. فبنسبه كبيره الموبايل هينزل بتسعير اغلى من الاي 56. يعني اي 56 من شهور فاتت كان في تسعير ممتاز، للاسف طبعا هيبقى اغلى. فنصيحه ليك انت دلوقتي وعندك استعداد انك او حاطط في بالك تدفع 25 او اكتر في الاي 57 وتقدر تزود دلوقتي 7000 جنيه، تعرف تلاقي دلوقتي الاس 25 اف اي في حدود ال 32000 33000. فهيبقى خيار ممتاز، احسن كتير جدا اي 57 وغيره. معالج اقوى، شاشه احلى، الخامات هتبقى جودة الكاميرات هتبقى في حتة تانية. فلو تقدر ومش فارقة معاك الفرق بين الموبايلين يعني، فزود وهاته دلوقتي. لأن لما الاي 57 ينزل بحاجة وعشرين ألف 25 أو أكتر، ده غالبا اللي هيحصل. خلينا أقول غالبا الاس 25 اف اي سعره هيغلى عشان الاس 57 يعرف يبيع، فهتضيع عليك فرصة انك تجيب الاف اي. طبعا دي مجرد رأي او مجرد تخمين للاسعار اللي هتبقى موجودة، عشان اي حاجة تحصل غير كده يبقى انا موضح كل حاجة. الله اعلم برضو ايه اللي هيحصل في المستقبل. يعني دلوقتي الاي 57 بدون عيوب، في حاجات كنا محتاجين نتطور احسن من كده. ولكن خليني اقول لك في المجمل، لو انت عايز موبايل محترم، سوفت وير مريح ممتاز، موبايل بكاميرات ممتازة ويعتمد عليه وخامات فخمة، بصراحة الموبايل هيبقى ممتاز. هي بس العيوب اللي انا هقول لك عليها دلوقتي هي ما تعتبرش عيوب على قد ما انا حاجات يعني نفسنا تضاف في الموبايل. نفسنا في كاميرا الفوتو، البطارية تكبر شوية، حواف الشاشة تقل عن كده كمان. اي 57 موبايل ممتاز، موبايل جميل. هي النقطة الوحيدة اللي ممكن تضايقنا ودي هنعرفها خلال اسابيع يعني هو التسعير، ودي حاجة مرتبطة اكتر بمصر يعني. ولو في اي استفسار او اي حاجة عايز تعرفها نورني في الكومنتات وانا هرد عليك. مع السلامة.